لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نتعرف على القصة سويا. ما هي ديانته وجنسيته وعدد زوجاته؟ إنجين إلتون، ديانته وعمره وعدد زوجاته ومعلومات كثيرة عنه وجنسيته التي فاجأت الجميع. إنجين إلتون النجم التركي أرطغرل في مسلسل قيمة أرطغرل ارتبط اسمه باسم الفنانة إسراء جيليتش. جنسيته زوجته، ديانتها، تاريخ ميلاد، محل ميلاد، برج الفلكي، عمره، قصة حياته، مشواره الفني وأهم وأبرز أعماله وأدواره، الجوائز التي حصل عليها، ألبوم صور. معلومات كاملة عنه نضعها بين أيديكم في هذا المقال الشيق، فتابعوا معنا. معلومات عن إنجين إلتون. قصة حياة إنجين إلتون. إنجين إلتون وإسراء جيليتش. المشوار الفني لإنجين إلتون. إنجين إلتون والأعمال الخيرية، مسلسلات إنجين إلتون، أفلام إنجين إلتون، صور إنجين إلتون. معلومات عن إنجين إلتون. الاسم الكامل باللغة العربية إنجين إلتون دوريوزيوتيان. الاسم الكامل باللغة الإنجليزية والعربية. الاسم الفني إنجين إلتون. الجنسية تركي. الديانة مسلم. تاريخ الميلاد 26 يوليو عام 1979. محل الميلاد كراشيكا، أوزمير، تركيا. البرج الفلكي برج الأسد. العمر في 2021 41 سنة. الحالة الاجتماعية متزوج. اسم الزوجة نسيليشا الكوتوشيريرا. عدد الأبناء 3. أسماء الأبناء أمير، إرس، وأرى. اسم الأم هاي جوليا كوفيتش. لون الشعر بني. لون العين أسود. الطول 185 سنتي. الوزن 50 كيلو. الممثل المفضل بارد منزل. المطربة المفضلة شيرلز سيورون. اللون المفضل تيانك. المهنة ممثل ومذيع. المؤهل الدراسي جامعة 9 أيلول. بداية المشوار الفني بدأ في عام 1997. سنوات النشاط منذ عام 1997 حتى الآن. أهم أعماله مسلسل قيمة أرطغرل. الجوائز التي حصل عليها: حصل على جائزة من جوائز لويس أنجلوس للأفلام لأفضل ممثل. هويته: سباق، قيادة السيارات والسباحة والسفر والتسويق. قصة حياة إنجين إلتون. النجم إنجين إلتون ولد في بلدة كراشيكا بمدينة أوزمير في تركيا في 26 يوليو عام 1979 ببرج الفلكي هو برج الأسد. يبلغ من العمر 41 سنة. ولادته: إلتين دوريوزيتان، أصله من باراتشينا في ألبانيا، ووالدته أوليلا كوتشيت، وله شقيق يدعى سليم دوريوزيتان. درس في المدرسة الثانوية بوزمير والتحق بجامعة 9 أيلول وتخرج بعد ذلك منها عام 2001. وحصل على شهادة الماجستير من جامعة العلوم التطبيقية في البحرين. شارك إنجين إلتون بالتمثيل وقرر الاستقرار في اسطنبول. عمل في مجال الأزياء لفترة وكان مظهرها قيم ويقلد الكثير من الناس. وفي العام 2013 في عام 2014 تزوج من عارضة الأزياء نسيليشا الكولوتشار عن قصة حب جميلة، فهو دائما يطلق عليها السيدة وأيضا أفضل أم، ورزق منها بطفلين عام 2018. وأمير إرس
مارس عام 2016 ومن هويته قيادة السيارات والسباحة التي حقق حلمه بهذا عند فوزه بجائزة الأوسكار، وكان له تصريح خاص عند استلام الجائزة قائلا إنه كان يعرف ويوثق بموهبته أنه سيفوز، كما أنه يحب تربية الكلاب كثيرا، ومن البلد التي يحب السفر إليها لندن وباريس. إنجين إلتون وإسراء بيلجيتش. كون النجم التركي إنجين إلتون ثنائي رائع مع النجمة الجميلة إسراء جيلتش من خلال مسلسل قيمة أرطغرل، وقامت بدور البطلة السلطانة حليمة خوتون. هذا العمل الذي تدور أحداثه حول قصة تاريخية لحياة أرطغرل ابن سلمان شاه الذي أسس الدولة العثمانية، وحدوث الصراعات والخلافات بين الروم والمغول، وكان الممثلون ضحية حتى انقذهم أرطغرل. هذا العمل من إخراج متين قوني وتأليف محمد بوزوداغ. صرحت إسراء جيلتش عن دورها في هذا العمل وعن مدى خوفها بالمشاركة في البداية، قائلا انها كانت خائفة في البداية من هذا الدور والذي تؤدي فيه شخصية فتاة صغيرة هربت من اعداء والدها وتعرفت على أرطغرل ووقعت بحبه، ثم تزوجت ثم اصبحت ام لابناء، وكان الجميع ينتظر مهارتها في تأدية الدور، وقد قامت بالعمل بها وهي تكون كذلك في المستقبل ام مؤثرة في أسرتها، وان هذه الشخصية غيرتها من داخلها كثيرا. وأضافت أن النجم إنجين إلتون ساندها كثيرا ودعمها، وكان العمل معها مريح جدا وفي تفاهم ومحبي، وصدق في التعامل مع فريق العمل كلها، وبالأخص إنجين للكثير المشاهدة، بينما فهو صديق عمل مخلص جدا وموهوب. المشوار الفني لإنجين إلتون. بدأ النجم إنجين إلتون مسيرته الفنية من خلال مسرح الجماعة في البداية، كما أنه قام بإخراج مسرحية في مسرح ولاية دير بكر، وكانت بدايته الفعلية عام 1997 من خلال المشاركة في عمل درامي بعنوان روسهار، وشارك في العديد من الأعمال الدرامائية والسينمائية والمسارح. وعلى الرغم من أن بدايته كانت في التسعينات، إلى أنه لم يتم شهرته ومعرفته إلا من خلال مسلسل قيمة أرطغرل، ومن أشهر أدوار أيضا دور المدعي العام أورهان كوروشون في مسلسل بعنوان الرصاصة، والآن يقوم بالتحضير لعمل تاريخ أيضا وهو مسلسل خير الدين بارباروس، وهو يحكي قصة البحار خير الدين، وأول فيلم له في تاريخ السينما التركية فيلم في سماء الوطن، وهو من أفلام الناجحة بشدة بعرضه في تركيا فقط، بل تم عرضه في كثير من البلدان. وفيلم زمان قلبك، وكانت شخصيته ليست على لون واحد بل جسد الأدوار الطيبة والرومانسية والشريرة والاجتماعية، وأكثر الأدوار التي نجح في تأديتها هي الأدوار التاريخية، كما أنه عمل أيضا في مهنة الإذاعة والدوبلاج من خلال تقديم برنامج من سيربح المليون عام 2011. إنجين إلتون والأعمال الخيرية. النجم التركي الوسيم إنجين إلتون عرف على أنه شخص إنساني لم يفكر بحياته فقط، بل كان للأعمال الخيرية نصيبا من أعماله، فهي عيد ميلاد صرح لكل أصدقائه وجمهوره أنه لم يقبل هدايا له، وإنما سيتم جمعها كتبرع لجمعية مكافحة السرطان، وأنه دائما سيعمل أقصى ما لديه لإعطاء أمل للمرضى. ولم يكتفي بذلك فقط، فكان يهتم ببعض المشاكل التي تعاني منها الأحياء الفقيرة وحلها. فهي عام 2014 و2017 قرر أن يذهب إلى أفريقيا للتفاوض وإيجاد الحل للمشكلة السائد حدوثها في العالم وهي المياه. وفي معرض افتتحوا أسماء أنت أيضا كن شاهد، كان يعرض صور الأحياء البرية هناك وتنفيذ بعض المشاريع لتطويرها ومساعدة أهالي القرى. صور إنجين إلتون. نقدم لكم باقة من الصور المميزة للنجم المتألق إنجين إلتون التي تبين مدى وسمته وملامحه الحازمة ومدى رونقه، كذلك بعض الصور له من خلال أعماله الفنية التي شارك بها. كذلك دوما ما يشارك جمهور الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي
الاجتماعي مع زوجته وأولاده وسط فرحة الجميع الجمهور العربي بهذا النجم الجميل الذي هز المواقع وأشعل المواقع التواصل الاجتماعي، وهو وزوجته، والتعرف على عدد زوجاته التي فاجأت الجميع الجين إلتون في الأيام الأخيرة عن مسلسل أرطغرل الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، والتعرف على جنسيته وديانته وكم عدد أعماله التي شارك بها إنجيل إلتون، ديانته وعمره وزوجته ومعلومات وصور عنه، والاسم الزوجة نشيليا الكوتشلارل، وعدد الأبناء 3 أسماء الأبناء أمير إرس وأورا، اسم الأم هاي يوليا كويتش، وسط تفاجؤ الجميع بجنسيته وهي الجنسية المعروفة الجنسية وجنسيته هي التركية. النجم العالمي إنجيل إلتون ديانته وعمره وزوجته، والتعرف على شخصيته، إنه محبوب جدا والمعروف في مسلسل أرطغرل